Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati wuquda natawajjahu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في أعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وامتثال الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعوض ظافرا ولا باب عزة تحط الرحات وتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على ذاتك الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ رزقك وحميل راية دوعتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف والأفغار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين بأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا النبي غاية آمالنا ونتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي دارك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنأمن في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وظنونا جميلة في وسالتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به الدين ونتوجه إليك مستشفين أن تقابل المذنب بالله بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل. وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وعم ببركته وشرف وجه الأولاد لنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا. فاكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين ونقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار واجعل يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمل
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.